السيد نائب باهي أمين مسعود. شكرا معالي الرئيس. برحب بالسيدة الوزيرة. أنا هتكلم فيما يخص الدائرة بتاعتي مركز إسنا محافظة الأقصر، ودي عبارة عن مجموعة رسائل حملوهاني أهل الدائرة عشان أوصلها لمعالي الوزيرة، ويا ريت تتاخذ بعين الاعتبار يا فندم. أولاً بردك مشكلة تكافل وكرامة اللي هي تكلم فيها معظم الزملاء، ولكن عندنا المشكلة مختلفة شوية، لأن أهل إسنا اللي هم المفروض احنا بنساعدهم مادياً بيركبوا مواصلة عشان يروحوا أسوان أو قنا اللي هي المحافظات المجاورة عشان القمصون الطبي. يعني احنا بنرهقهم مادياً بدل ما احنا نريحهم مادياً. فيا ريت يا معالي الوزير النقطة دي بالذات تتاخذ بعين الاعتبار، ويبقى عندنا القمصون الطبي في مركز إسنا. احنا عندنا أكبر مستشفى اللي نجحت في علاج كورونا على مستوى الجمهورية، أخذت رقم 1. فمش معقول أهلنا اللي هنا عاوزين نساعدهم نوديهم قنا أو نوديهم أسوان. الحاجة الثانية اللي بطالب بيها إننا عاوزين حضرتك بردك إدراج مركز إسنا في برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي. برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، لأن الحاجات دي بأمانة بردك احنا محرومين منها في مركز إسنا. الحاجة الثالثة بالنسبة للبنك ناصر الاجتماعي، احنا كمركز بيمثل 42% من محافظة الأقصر، ما عندناش فرع للبنك ده في مركز إسنا. فعاوزين فرع البنك ناصر الاجتماعي مع تطوير الخدمات في هذا البنك. بنطالب بردك بفتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم. آخر حاجة مع الوزيرة بنطالب حضرتك بتعدد لفروع جهاز تنمية المشروعات الحقوق الاجتماعي سابقا وتسهيل إجراءات التعامل معه. أحب أنوه أن أنا كان معي حملة انتخابية من الشباب المتطوعين، وهم على استعداد تام لخدمة بلدهم بالتطوع وخدمة مجتمعهم. شكرا معالي الرئيس، شكرا معالي الوزيرة.